السلام عليكم. في البداية حابب أتقدم بخالص التهاني للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. موضوع الساعة، الموضوع الذي لا يمل من الحديث فيه، الموضوع الذي لم يقتل بحثا وسيظل مفتوحا إلى القول الفصل في المحكمة الرياضية الدولية، وهو قرار الاتحاد الأفريقي المفاجئ بسحب لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية من المنتخب السنغالي، واعتبار المنتخب السنغالي مهزوم بنتيجة 3-0، وبالتالي أو بالتبعية تتويج المنتخب المغربي بالبطولة. وشفنا من بعد القرار ده، شفنا الكل تحدث، المهتمين بالشأن الرياضي والسوشيال ميديا الرياضية في كل العالم أجمع اتكلم عن الموضوع، زائد الشخصيات البارزة سواء رياضية أو غير رياضية اللي اتكلمت، سواء لاعبين قدامى أو لاعبين حاليين أو رؤساء اتحادات أو شخصيات كبيرة اتكلمت في الموضوع، ما بين مؤيد ومعارض وما بين موافق على القرار وغير موافق. ونشوفنا نسبة المعارضة للقرار كانت أكبر من نسبة تأييد القرار، وفي ناس كتيرة اتكلمت ان نفوذ المغرب قوي جدا في الاتحاد الافريقي، وسلطة وهيمنة المغرب في اتخاذ القرار في أروقة الكاف أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وشايف إن دي ميزة، بالعكس، يعني يكون لك صوت مسموع وقوة وسطوة وهيمنة على اتخاذ القرار، دي حاجة كويسة جدا، ما تعبهمش، بالعكس دي مصدر قوة مش مصدر ضعف، حاجة تحسب ليهم مش تحسب عليهم. إن أنا أشوف إن ليا حق من وجهة نظر المنتخب المغربي أو الجامعة الملكية المغربية، إن أنا شايف إن ليا حق ومشيت وراه واستندت فيه على بند معين من بنود لائحة العقوبات أو لجنة الاستئناف بتاع الاتحاد الأفريقي اللي منزلاه. فأنا خدت القرار ده ومشيت على البند ده، وقلت لهم والله إن البند ده بيقول كذا، وأنا يعني ما بجيبش حاجة من عندي، أنا بقول لكم إن البند ده بيقول كذا، واستندوا عليه ومشوا، ولو كان الأمل حتى 1% يحسب ليهم إن هم مشوا ورا القرار ده، استغلوا البند ده أو الثغرة ديت وخدوا البطولة، سواء بقى من حقهم أو مش من حقهم. زي ما قلت لك، القول الفصل هيكون في المحكمة الرياضية الدولية في سواء سحب اللقب او يبقى الوضع على ما هو عليه، وان المنتخب السنغالي هو بطل كأس الامم الافريقية الاخيرة 2025. ولكن زي ما قلت لك، ان يكون لك صوت ونفوذ وهيمنة وسطوة داخل الاتحاد الافريقي، حاجة تحسب للجامعة الملكية المغربية ورجال المغرب في الاتحاد الافريقي، سواء بقى كانوا صح او كانوا خطأ. ده زي ما قلت لك، الموضوع كله دلوقتي عند المحكمة الرياضية الدولية، هي اللي هتقول، وعندها حيثيات الامور كلها، والامور بتهيألي واضحة للجميع وواضحة للكل. زي ما قلت لك، القرار مش هيتأخر في المحكمة الرياضية الدولية. ولكن بعد القرار حدث شيء غريب جدا من جماهير وبعض محبي ومشجعي نادي الزمالك المصري بفتح ملف قضية نادي القرن من جديد. برضو ينادي نادي الزمالك بأحقيته في لقب نادي القرن الافريقي، مع ان الامور برضو واضحه وصريحه، وان الحكايه ديت بقى لها بسم الله ما شاء الله عدى عليها اكتر من 23 او 25 سنه. يعني حتى لو كان ليك حق، الامور سقطت بالتقادم، لان لما انت انسحبت في السوبر وجيت اقول لك انا المفروض هرفع عليك بقى، قلت لي لا، الموضوع كان لازم في 22 يوم تقدم بلاغ وبتاع. فهي بالتالي برضو الامور زي ما هنا محسومه، هي انا محسومه، زي ما انا برضو اتلغى حقي ان انا طالب بالسوبر اللي انت انسحبت منه، برضو عادي، ما انت برضو الحق بتاعك في المطالبة ببطولة بمسمى نادي القرن برضو سقطت بالتقادم. ولكن انا عايز اعرف، يعني انت هتروح تقول لهم ايه؟ يعني هتروح تقول لي مثلا المحكمة الرياضية الدولية ايه مستنداتك، ايه هتاخد ايه معاك وانت رايح؟ هتقول لهم ايه؟ ان السبعة اكبر من التسعة، دي الحاجة الوحيدة اللي انت بتستند اليها، وناسي كل حاجة وناسي المعيار اللي اتعملت بالبطولة؟ هتقول لي تتغير، طيب هتيجي تشوف امتى التغيير ونشوف الموضوع. يعني اللي احنا
يعني انتهى بحثا، والكل يعني طلع رئيس ناديك بنفسه بارك للنادي الاهلي على القرار. الدكتور كمال درويش لسه حي يرزق موجود، وراح حنا النادي الاهلي وبعد برقيه تهنئه وبوكيه ورد، وكان موجود وكان متواجد. يعني الراجل ده ما كانش مدرك اهميه القرار اللي اتاخد ده وقتها، ما كانش قادر يعني يطعن على القرار او يطلع يقول لك لا اللقب ده مش من حق النادي الاهلي. ولكن اللوائح اللي ساعتها اللي كانت موجوده كانت بترجح ان النادي الاهلي هو بطل القرن الافريقي. لو هتمشيها لوائح وقوانين يمشي لوائح وقوانين، عايز تمشيها على كيفك ان انت تاخد بقى ان هي كانت بالنقاط ساعتها ودلوقتي بقى البطولات يبقى تمشي. يبقى انا اقول لك انت ما شاركتش ليه في دوري في كاس العالم للانديه مع انك تاني واحد حامل الالقاب بعد النادي الاهلي، ولكن دخل سان داونز اللي ببطوله واحده شارك لانه اعلى تصنيفا واعلى نقاطا منك. شارك الترجي اللي هو برضه اعلى تصنيفا واعلى نقاطا منك واقل بطوله منك. شارك الوداد اللي هو برضه اعلى منك تصنيفا واعلى منك واقل منك في البطولات. فيعني انت هتروح تقول لهم ايه؟ عايز تمشيها نقط ولا عايز تمشيها بطولات؟ لو عايز تمشيها كده يبقى انت توكل على الله، خد طريقك واطلع على المحكمه الدوليه واعمل اللي انت عايزه، ما عندناش مشكله. وبس ما تصدعوناش وتقرفونا بموضوع والله منتهي فيه الامر من سنين. يعني انت لو شايف ان انت احق باللقب ده كنت ساعتها طلعت وقلت، انما انت فرطت فيه، انت ما تجاوبتش، انت رئيس ناديك كان نايم ساعتها. انت ما تلومنيش ان انت كنت مقصر في الموضوع ده او ان انا خدت اللقب ده يعني هباء منصوره او الاتحاد الافريقي جاملني او اداني اللقب. يا سيدي انا هقول لك انا اتجاملت من الاتحاد الافريقي، اتجاملت 1000 مره من الاتحاد الافريقي، بس قول لي ايه المبدا اللي انت هتروح بيه علشان امشي معاك فيه؟ هل هتمشي بمبدا البطولات ولا هتمشي بمبدا النقاط زي ما كان متبع ساعتها في حينها؟ هتغير انت المنظومه اللي على كيفك. انا قلت لك لو بالبطولات انت هتبقى فين ولو بالنقاط هتبقى فين. انت دلوقتي راجل المفروض معاك 5 دوري، ما رحتش كاس العالم للانديه علشان هي ماشيه بنقاط وتصنيف. زي ما قلت لك انت المفروض كنت تروح لانك تاني اكبر حامل للبطولات بتاعت افريقيا، 5 بطولات كنت المفروض تروح، ما رحتش. وراح اللي واخد بطوله راح، اللي واخد 2 راح، اللي واخد 3 راح، وانت ما رحتش. يبقى انت عايز تحتج على ايه؟ يبقى انت تحتج برضو ان انت ما رحتش كاس العالم للانديه، ان انت اتظلمت لانك حامل الالقاب زي ما قلت لك اكتر من الفرق المشاركه كلها. يعني انت اكتر من الوداد، اكتر من سان داونز، اكتر من الترجي، اكتر من مين كان خامس او رابع كمان مش فاكر والله كان مين، او بس ممكن هم الاربعه دول. فانت ممكن تطالب بالحق ده او الحق ده، وبرضه لازم تقدم هنا ولازم تقدم هنا. يعني رايح تروح تقول لهم هنا انا لو بالبطولات عايز اخش هنا، وانا لو بالنقاط عايز اروح هنا. فيعني الموضوع رخم، الموضوع بوخ قوي ان احنا كل شويه هنطلع نتكلم وكل شويه هنفتح الموضوع، كل شويه الكابتن ميدو يضحك عليكم بكلمتين وتصدقوه وتروحوا يقول لك انا هعمل مؤتمرات صحفيه في اوروبا والعالم وافضح فساد ومش عارف ايه، وفي النهايه الكابتن ميدو ما بيتحركش من بيته، قاعد في بيته والله ما خرج 5 متر من بيته الا عشان رايح عزومه او رايح يعمل اي حاجه او رايح يشوف له ريتش او ترند على القناه اللي هو بيعمل فيها برنامجه. ده اللي بيعمله، غير كده انا ما شفتش اي حاجه خالص. انا ما شفتش اي حاجه خالص بعد كده. ولكن زي ما انا بقول لك يعني للتفاهه عنوان. الاخت اللي طالعه بتاعت مهاميهم اللي طالعه برضو تتكلم في حاجه، واللعيب اللي عندي واللعيب اللي عندك انا خدته في عز شبابه وخدت منه كل حاجه دلوقتي والبضاعه يا جماعه والله اعقلوا شويه يا جماعه، والله اعقلوا. انتوا بتستحمروا مين؟ يعني انتوا بتكلموا مين؟ بتخاطبوا مين؟ اي فئه بالظبط؟ اي فئه هتعقل الكلام ده؟ اللي واحد برضو طالع يقول لك الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال علشان مش عارف هنا ايه وهنا ايه، ولو خدنا المعايير ولسه الفرق ما لعبتش ولسه ما فيش اي حاجه حصلت، وتصعد فرق ونزل فرق وطير فرق من هنا وشال فرق من هنا، وعشان يوصلك ان الكونفدراليه هي اعلى من بطولة افريقيا. هو اي حاجة بيلعب فيها نادي الزمالك لازم تكون الطب. وشفنا برضو التفاهات زي عمرو الدرديري اللي برضو بيخلطوا الامور ببعض. النهاردة مش عارف صورة عادية جدا لرؤية هلال شهر شوال واول ايام العيد يقول لك ايه بيشوفوا الاهلي في المركز الثالث. يا كابتن عمرو ما هو لو بيشوفوا لو كده، لو بالمنطق بتاعك الاهبل ده، ما حدش اللي من عيلتك بينصحك بيقول لك عيب كده يا بابا، انت راجل كبير مش راجل مهزأ. يعني ما حدش بيقول لك الكلام ده، ما عندكش عيب
عيله، اب، اي حد يا اخي، اخت، ام، خال، عم، اي حد بيقول لك عيب ما تقولش الكلام ده، انت مش صغير، انت سنك كبير. عيب اما حد يخش في الكومنتات يحرجك ويشتمك ولا يقول لك كلمه ولا يسبك بلفظ انت ما ترضاهوش ولا اسرتك ترضاه ولا احنا برضو نرضى ان حد يتشتم او يتسبب بسبب يعني حاجه بسيطه. يعني ما تدخلش، ما تخلطش حاجه بحاجه. ما هو لو بالنظام ده انا مش كده، انا كده مش شايفك، انا مش كده، مش عايز ميكروسكوب او تلسكوب عشان اشوفك، لا ده انا عايز محطه فضائيه كامله علشان اشوفك في السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه. وبعدين خلينا في القرن الحالي يا جماعه، انتوا عملتوا ايه في القرن الحالي؟ يا عم انت بقى بطل الابطال في القرن اللي فات، القرن ده انت عملت فيه ايه؟ صفر، ابيض بخطين حمر. سلام.